السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع نتحدث فيه اليوم على الحالة تاع المصيف هذه، وخاصة الفترة هذه كي دخول شهر أوت، والحوادث اللي تنسمع فيها كل يوم تاع الغرق هذه. أنه ياسر من الشباب نسمع فيهم تقريبا يوميا بالعشرات غرق، والسبب تاعها هو حدوث واحد الحاجة يسمىها تيارات السحب، اللي يسمىها نحن الكورون. تيارات السحب هذه تهف العبد، تزربح العبد مهما كان عوام ولا مش عوام. مثلا نحن خرجنا في كار عقبنا باش نعوموا، وخارجين من مكان خاطينا ما نعرفوش البحر وعاقبين باش نتصيفوا. لما تمشي البحر وقت هذا في الفصل هذا في بالضبط هو الشهر اوت هذا، يبدا البحر يهيج يدير الامواج. تبدا امواج مثلا على اليمين وامواج على اليسار. وش يجرى بالامواج هذه؟ كاين واحد البلايص يتحصر فيها الماء، وتكون الامواج فك بلايص محصوره هذيك تكون مش موجوده. معناها الامواج على اليمين وعلى اليسار كاين بلايص فيها متنفس انها مش موجوده فيها الامواج، تبان هادئه ويبان البحر فيها منبسط وهادئ، وتكون حدا شاطئ هكا وحدك التربه. البلاصه هذيك واش يوقع فيها؟ هذيك هي البلاصه الخطيره اللي الماء اللي مضغوط بالموجه منا والموجه منا يحدث له عمليه رجوع سريع. فك النقطه هذيك الماء يولي راجع بقوه كبيره على على علو مثلا ولا عمق 1 متر. يبدا تحس ان الماء كنت توقف فيه البلاصه هذيك تحس انه يجر الرجلين لتحت ويجبد الرجلين لتحت، في نفس الوقت بتحكم فيك انه يدخلك الداخل. هذاك الماء مضغوط بالامواج اليمنى واليسرى، بمعنى كي يدخل مثلا نحن ما نعرفوش نعوموا قال ولا خاطينا ما نعرفوش البحر، كي نلقوا بلاصه فيها الامواج منا ولا بلاصه فيها الامواج في جهه منا، نلقوا روحنا نقولوا هي فكنا من الامواج، ونلقوا البلاصه هذيك هادي، الماء فيها هادي، تمشي لها تعوم فيها مباشره. انت لما تدخل تغوص تجي تحس بالقوه تاعك والحركه تاعك متحكم لك فيها البحر، يدخل فيك الداخل البحر. فرضا وقعنا فيها، فرضا راك وقعت فيها الموقف هذا، يمكن راك باش تقع فيه الموقف هذا. اذا وقعت فيه واش دير؟ مثلا كي تحس انت ما عادش متحكم انك ترجع، وتحس روحك ان الماء ديما راه باقي يدخل فيك الداخل. هي آلية كانت في تركيبة الإنسان يتفجع، إذا تفجع تتغير دقات القلب تاعو ويشتي الأكسجين أكثر، يولي ملهوف وينقص التركيز على العقل تاعو، يولي يتصرف تصرفات اللي راهي باش تقضي عليه مباشر. الإنسان يتفجع ثم يقول لك أني في الحكم الكورون يلا نهرب نرجع. كي واش معناها نرجع؟ معناها باش يتلفت عكس التيار ويجي خير للشاطئ، ما تقدرش تخرج أصلا، لأن السرعة تاعها تقريبا مترين في الثانية حتى 8 أمتار في الثانية، معناها أسرع من سباح أولمبي. معناها حتى يكون سباح أولمبي يكون يوقع فيه باش يوقع له في مشكلة، أنا ما يقدرش يقاومه. معناها باش ترجع وتغلب ما تغلبش أبدا، ديما يعاود يدخلك وثم تفتر وتتعب، وثم وين يدخلك حتى بلاصه غريق. اش معنى غريق؟ معناه يولي الماء فوق الراس تاعك، كانك ما تعرفش تعوم اصلا، ما تحكمش في راكك وغرقت في اللحظه هذيك باش تقضي عليك. وكانك تعرف تعوم باش ترهق وتتعب ما عادش تتحكم حتى في العضلات تاعك وتغرق. معناه العوام يغرق واللي مش عوام يغرق. معناه هنا كيفاش تنجى منه؟ بواحد المعلومه. واش دير هنا؟ اول حاجه لازم تحدث عقلك في اللحظه هذيك، تفجعت او تحدث عقلك قراني في الماء التيار ما يغرقش، ما يهبطكش لتحت وما يغرقكش، باقي يدخل فيك الماء برك كانك انت تعوم بشهوتك حاب تدخل الداخل. مثلا انت تعرف تعوم، معناها تعرف تعوم على 100 على 200 3 مترات ما تعوم، معناها كان مدخلك الداخل خمم انت قال مهما كان على الماء راني نقدر نهز روحي في الماء، معناها عوم هادي. واش دير؟ استعمل الطريقه الثانيه انك تعوم على العرض، معناها ما تعومش انك باش ترجع، راك عارف التيار تعوم على العرض وامشي للجهه اللي فيها الامواج، البلاصه اللي فيها الامواج امشي لها، معناها تلقى تقابلك الامواج هذيك اللي مشي لها، تلفت على العروض امشي، كانت 50 متر ولا 20 متر ولا 30 متر مثلا عوم، ابدا عوم بالعقل وامشي مره عوم على ظهرك كان ظهر لك، ولا عوم على صدرك بشوي بشوي عوم، وخلي التيار يدخل على الروحه وانت تعوم حتى توصل البلاصه اللي فيها الامواج. البلاصه اللي فيها الامواج ما تلقاش فيها التيار، فهمك ساعات تستعيب الامواج، عارف الموجه تعطيك دفعه ومره توصلك يجي 3 4 مترات، دفعه 3 4 مترات، انت وين دزك الموجه مشي كانك تعبان، كانك مازلت متحكم في الطاقه تاعك، تنجم تعوم وتخترق وتخرج من الشاطئ. معناه نوصيكم نتوما اللي راكم عاقبين تو البحر في الفتره هذه، ديما تجنبك البلايص فيها ساكته كي تولي كاين امواج، اما البحر كيولي كل هادي راه سمع. المشكله كي تشوف البحر فيه امواج ويخض في امواج تخض، وبلايص تشوفها هاديه، البلايص الهاديه هذيك هي اللي فيها التيارات، معناها تصرف التيار. حاجه اخرى انتم الشباب هلونا بارك الله فيكم، راكم عايبين تعوموا وتتفسحوا في مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، في نعمه من نعم الله عز وجل، معناها راه يتابع انك تستهلك في نعمه من نعم الله عز وجل. غضوا البصر، ما تعصوش يا ربي فيها، تلهوا برواحكم وطبقوا القاعده تاع الصلاه في وقتها. واش قال لنا ربي؟ ان الصلاه كانت كتابا موقوتا، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واش معناها كتابا؟ معناها امر مكتوب مثبت من عند الله، موقوتا معناها في الوقت تاعها ما تاخرش، خاصه صلاه المغرب، لاني نعرف وقتاش تخرج الظهر، يلحق عليكم الظهر يمكن تكونوا صليتوه في الشنابر تاعكم، العصر هاو يبذلوا عنده مجال راكم تتصلوه، ما ظنيتش باش تاخروه.
المغرب هو المشكله فهم كان لحد المغرب ديما راه هو اللي وقتها رايح، معناها ركزوا هزوا معكم الصلايات، حيتكم ما تحتاجوش صلايات التراب، الله يبارك طاهر، وصلوا وديروا صلاه جماعه ثم، وتكونوا سبب على تاثير الناس اللي تشوفكم وتولي تتبعكم تصلوا، خاصه كي تولوا شباب وصغار. اما كيفنا نحن اللي كبرنا يمكن يقول لك كبير عادي خايف ربي عليه يموت، اما انتم الشباب راكم تاثروا عليها، تاثروا كي يشوفك واحد صغير يقول لك صغير هذا يصلي مازالت الدنيا محلوله قدامه، وشوف كيفاش مهتم في صلاته وفي البحر، تاثر عليه الاخ، خدمها له فعلا، لانها الطبيعه تاع المسلمين رانا ديما نتعاركوا نحن انفسنا مع الشيطان ومع الهوى تاع الدنيا. ربي ثبتنا ويثبتكم. اذا حسيتوا الفيديو هذا فيه نصيحه وفيه باش تنفع شباب ياسر، بارطاجوه وخليه يتنفعوا به ويعرفوا كيفاش تتصرفوا مع التيارات السحب هذه الخطيره، السحب الداخلي هذه الخطيره. ربي يحفظنا ويحفظكم ويمتعنا ويمتعكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.